صباح الخير متابعيني، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير. اليوم راح نسوي روتين يوم الجمعة، روتين الريوق. راح أشوفكم من أول ما أدخل للمطبخ لحد ما أخلص وجبة الريوق. سويت بوتيتا. طبعا أول شي نقشرها. البوتيتا أني أسلقها مقطعة. قشرت البوتيتا كلها وقطعتها، نخليها بالطاسة ونخلي لها مي، وطبعا ورا ما نغسلها زين، ونخليها مي وملح وأخليها على النار تنسلق. هي شي تستوي أسرع وما تاخذ وقت، تقريبا 5 دقايق أو 10 بالزايد هي تكون مستوية، مو مثل ما أني أخليها بالقشر مالتها. طبعا راح أسوفكم الفيديو بطريقة مسرعة، وإذا عجبتكم هيك روتينات أنشر لكم بعد. هنا البوتيتا تبدأ تنسلق، راح نبدي نسوي الطماطة. ما طول أكو أشياء تقلط لازم أكو ياها طاوة طماطة. أقشر الطماطة وبعدين أقطعها. راح تقولون ليش تقشرين الطماطة؟ الطماطة ما تتقشر. عندي أبو جناوي وجناوي وسمسم همينة يتأذون من قشر الطماطة من ياكلونه، معدتهم تقوم توجعهم. فأني إيش أسوي؟ أقشر الطماطة وأقليها، لأن هم ثلاثتهم يحبوها بدون قشر، فحتى هم يتأذون وخفيفة تصير، وصراحة أطيب يعني من إنه تخلوها بقشرها. فأقشر الطماطة بالمكشرة بهاي الشكل، أو تقدرون تخلوها بشوية مي حار وتقدرون تفصلون القشر عنها. أشيل الزوايد مالتها، أقطعها، أخليها بالطاوة، أضيف ملح وزيت وأقبقها. ومن تبدي تذبل راح أنص النار وأخليها شويون لحد ما تستوي. هم تطول أقل من 10 دقايق هي مستوية كاملة يعني. هاي الطاوات أخذتها من بيج اسمه أم ليان من الانستغرام. كلش حلوة طبعا، والفافون مالهن قوي. أثناء ما أشتغل أني أو أسوي الريوق أي شيء يتوسخ أغسله أو أخليه بالمغسلة حتى ما يتكون من عندي. ذني البسيطات قبل الريوق. إنه قبل ما أصب الريوق المغسلة لازم تكون فارغة، وحتى ورا ما أخلص يكون شغلات قليلة عندي وبسيطة. هنا أنا كنت مسوية نسكافيه ومستعملة الفنجان والكوب والهاي الشغلات، فهاي كلهن راح أغسلهن حتى أخليهن على صفحة لحد ما ينشفن، لحد ما أكمل الريوق مالتنا. كلش ضروري تنظفون المغسلة قبل الريوق حتى تكون عليكم خفيفة. بوتيتا هنا استوت عندي، راح أفرغها من المي، ومن أريد أحمسها راح أخلي لها ملح وكاري وشوية كركم وفلفل أسود، بس هالقد أخليه. والزيت طبعا شوية زيادة عن الطماطة، لأن البوتيتا تحب الزيت وتمتصه بسرعة. هنا راح أسلق بيض 2، وراح نحط الشاي على النار يستوي أو يتخدر، العفو. هسه يقولون ما نقول على الشاي يستوي، نقول عليه يتخدر. ورا ما خليت الملح للبوتيتا بالعودة راح أسوي هالشكل بالخاشوقة. وهنا راح أخليه دهن بالطاوة. طبعا هاي الطاوة موجودة بكل بيت، إنه خاصة بالتقلى، فتشوفون شكلها هالشكل. طلعت كوبة من المجمدة، بس نمسحها من الدهن ونقليها بالدهن الحار. هنا أقشر البيض وأحضر الغراض مالت الريوق. بيض صار عندنا، طلع زيتون وطلع شوية فلفل حار. سويت موز ونوتيلا. هاي السمسم يحب هاي الأشياء دائما بالريوق إضافة للأكل، يعني إنه ياكل شوية، بس هاي عند ذني كلش مهمات. والشاي همينة أكيد. ورا ما هاي نحط المواعين على السفرة على الميز، نرتب الطماطة، البوتيتا، الكبة. هنا نزلت الموز، هاي الفلفل والبيض، بوتيتا والشاي. نبدأ نصب الشاي. وهذا ريوقنا هسه كمل. سهمكم العافية. أول شي أصبه على الميز، وبعدين طقة إصبع يختفي الريوق. وين راح يروح؟ راح نفرش علقة ونشغل فد كرتون أو مسلسل ونقعد نتفرج. ورا ما خلصت الريوق ألم السفرة، فرغ المواعين اللي بقت بيها شوي شغلات، وأشيل كل شي.
وراها راح نكنس القاع حتى ما تبقى عندنا أوساخ. وهذا الموكيتات طبعا كلش حلوة، صح الدنيا صيف بس احنا كلش ضروري نخلي موكيت بالقاع، ما نقعد بالقاع مباشرة. فهاي الموكيتات هم سهلة بالتنظيف وهم شكلها كلش حلو. هنا أنا أبدي أعزل المواعين والغراض، أشيل شنو شغلات زايدة أرجعها لمكانها، وأي ماعون وسخ يطلع قبالي رأسا أخليه بالمغسلة. هذا الشيء راح يساعدكم رأسا تعزلون، بما أنه كان السنك فارغ فإنه راح تشوفون شغلات قليلة راح تصير عندنا ورا الريوق. نذب الأشياء الزايدة. هاي العلاقة من بداية الشغل أنا راح أخليها يمي وأفرغ بها الأكل، فهذا الشيء راح يساعدكم حيل إنه ما تصير هو ساعدكم بالمطبخ. هنا أنا أوراق وهنا أوساخ تكرمون أو شغلات. أخلي المواعين بالغسالة أحطهم كلهن، أغسل وأخلي. يعني شنو أغسل؟ بنات ذاك اليوم بنية سألتني قالت لي إذا نغسل المواعين خلينا نغسلها بيدي أنا بعد، ليش نخليهم بالغسالة؟ بس بالمي بنات إنه أخذها من الأكل الباقي بيها ونخليهم بالغسالة، لأنه بالغسالة أكو فلاتر، إذا تخلون المواعين بالأكل مالتها الفلاتر راح تنسد وراح يخرب الغسالة، ولا كشغل غسالة المواعين تخبل وكلش عملية، وأنا كلش تساعدني يعني ترى مفيدة حيل. خليها هنا. والاشياء اللي ما تنغسل مثل الفافون هاي الطاوات اذا اخليه هنا ينغسل، ماكو شيء ما ينغسل بس اكو اشياء تخرب بالغساله. هاي الخواشق الذهبيه بعدني ما مجربتهم بالغساله، صراحه ما حابه تجربهم بالغساله خاف يروح لونهن. والطاوات الفافون هذه اذا اخليها بالغساله راح شويه لونها يسود، فما راح اخليهن اني اغسلهم بيدي. الفافون والخشب همينه اذا تخلوه بالغساله هم يخرب بعد فتره، يجوز مو من اول مره يخرب، لا ورا فتره يخرب، بس الفافون يصير لونه اسود. فاذا حابه انتي لون الفافون مالتك يبقى حلو يلمع انتي غسليه بيديك احسن. ورا ما اغسلهن انا مخليه مصفي على السنك حتى اخليهم بيه ويصفن من المي مالتهن، حتى من ارجعهم بالكاونتر ما يكون بهن مي، لان انا الكاونتر مالتي خشب، وهذا هم سالوني البنات عليه انه الكاونتر مالك خشب لو الومنيوم. الكاونتر كله خشب من الداخل ومن الخارج هو خشب. وراها الطباخ راح انظفه بس بالوصله، ما راح انظفه يعني بزاهي وفتشي لا، لانه ورايا الغداء فانه بس حتى يكون نظيف قدام عيني. وورا الغداء همينه اني اشتغل واغسله مره ثانيه، اخلص عادي من الدهون واغسله مثلا اذا هواي اكو دهن صاير عليه بالمزيل اخلي مزيل دهون، او بالفيري يعني بالزاهي والاسفنجه، وهم يطلع نظيف، وهو هيك هم يطلع حلو نظيف. ورا ما خلصت أرجع الأشياء بمكانها، أنظف الكاونترات أمسحهم كلهن. هنا أنا كان عندي باقي أكل زاد، البوتيتا سلق بقت الفلفل، فعندي هاي النايلونات نشتري سيت كامل يمكن ب100 قطعة ب1000 دينار، فأغلفهن بهذا الشكل وندخلهن للثلاجة. بعدها راح أمسح الكاونترات كلها، وكل ضروري إنه تخلون فد معطر أو منظف أثناء المسح حتى تكون ريحة الكاونتر هم طيبة. أبدي أرجع المواعين لمكانهن ورا ما صفن من المي تقريبا، أشيلهم أرجع كل شيء لمكانه. المصفي همين نرجع نضمه وأسحب المي. دائما بنات لا تخلون السنك مالتكم أو الكاونتر عليه مي، لأن هذا راح يأثر على المرمار وعلى الطباخ العفو على الكاونتر مالتكم. أعطر المطبخ وهيك أكون أنا خلصت تنظيف وتعزيل المطبخ. وهذا شيء روتين بسيط، إن شاء الله يكون عجبكم. لهنا يخلص الفيديو. إذا عجبكم خلوا لايك واشتراك للقناة وتعليق حلو من عندكم. مع السلامة.